ازيكم عاملين ايه النهارده؟ انا النهارده يا نرمين جبتلك حاجه كده، وصفه عجبتني جدا جدا. اول ما شفتها بصراحه على الانترنت كانت حاجه رائعه. ده سناك صحي. حاجه كده ممتازه وتنفع بقى في رمضان وتنفع في الصيام عندنا، وحاجه هيتبسطوا خالص لو عملوها. ومشبعة وكمان فيها بروتين. وايه اللي بقى هنعملها ازاي؟ سهلة جدا. يلا بينا. معانا هنا فاصوليا مسلوقة. الفاصوليا دي فاصوليا بيض عادية، وعلى فكرة ممكن نعملها بحمص، بس أنا عملتها في فاصوليا عشان كانت عندي في الفريزر صراحة. اسهل. أيوة. هنحطها في كيس بالشكل ده. مراتي بتستسهلي انت يا نرمين في موضوع الكيس ده، كانت معموله ببوله خلي بالك. لا لا لا، ما ينفع لسه هنحط في بولة. ومبهدل الدنيا صح؟ ماشي. دايما نرمين تحب تستسهل. معايا هنا 3 معالق نشا، أنا مش هحطهم كلهم، أنا هحط معلقتين ولو احتجت هزود. حطيت معلقتين مثلا. حطت نصهم. ومعايا هنا ملح وفلفل. معايا توم باودر وبصل باودر. تمام. شطه بقى. شطه وبابريكا. انا شفت، انا عارفها ازاي. بتفالح بامانه، بتفالح. ومعلقه زيت زيتون كبيره. نرمين الفتره دي مقضيها زيت زيتون من ساعه موضوع ان انا عايزه حاجات صحيه فقلب زيت زيتون. هو غالي على فكره، الموضوع مكلف. بصوا بقى. لا ده التاريخ ده قصتي انا. انت هتعمل كده بس سلمي امرك لربنا، سلمي امرك. رج جامد بقى. انت متاكده انه مش هيفرقع؟ انا اخر مره عملت القصه دي فرقع. لا لا مش هيفرقع. ايش؟ ايوه شاطر يا عمده. لا لا خلاص عيب عليك. افتح كده نشوف محتاجه نشا تاني ولا لا. افتح يا ابني. تاني محتاجه؟ محتاجه. بصوا انا حاسه ان هي محتاجه نشا، فهكمل المعلقه التانيه. انا قلت لكم هتحطوهم كلهم من الاول، هي دايما الحركه دي بتاعت نرمين. كده حطينا 3 معالق كبار نشا، اصل انتوا كل واحد على حسب ما هيستخدم كميه. هي حاطه كتير شوية. انت حاطه كتير بصراحه. ده حوالي ربع كيلو تقريبا. مش قضيه والله، ادينا طلعت حلوه خير، ما طلعتش حلوه ادينا كنا بنتسلى. حاسه ان محتاجه تاخد لون احمر تاني. افتح كده يا عمده وريني. حاضر يا ريس. بص حاساها محتاجه بابريكا، انا مش هحط شطه صراحه كفايه، فممكن نزود شويه بابريكا. حطي معلقه، معلقتين وربع. ايش هي مش هترتاح غير اما تخليهم لونهم احمر. شوفوا شكلهم حلو. شاطر يا عمي. في منك عمل. بيتهيألي كده تمام صح؟ كده تمام جدا. شوف بقى. ايه رأيك؟ لا لا عظمه. بصوا شكلهم عامل ازاي دلوقتي. فضينا؟ فضينا بقى عشان نشيل اي زياده فيهم. اوكي شايف. طبعا انت مش عايزه الكيس. لا لا خلاص. بصوا دي نزلت كل تحت. ما الحاجات اللي انا مش محتاجاها والزياده خلاص. تمام. بصوا شكلهم حلو ازاي. دلوقتي هنروح نحطهم في الاير فراير من تلت ساعه لنص ساعه لغايه لما يقرمشوا جامد، ونرجع لكم بقى بعد ما يستووا ان شاء الله خير. يلا بينا. وده شكل السناكس بتاعتنا بعد ما خلصت. طبعا هي شكلها حلو جدا، اهم حاجه طبعا زي ما عودناكم هو الطعم. وريني يا ستي. في قرمشه. مقرمشه جدا. طعم التوابل حلو قوي. هي محتاجه سنه ملح يا نرمين، هي محتاجه سنه ملح بس مش تحسها عدمه قوي. ندوق كده بعد ما حطت نرمين ملح. طعمها حلو يا عمده. شغاله. سناك صحي خفيف، بس الناس اللي ما بتحبش الفاصوليا ممكن ما تحبهاش. ده حقيقي. لكن ممكن تستبدلوا الفاصوليا بايه؟ ممكن تستبدلوها بحمص برضو، هتبقى لذيذه. انا شايفه ان هي سناك لذيذ. وانا بالنسبه لي لو كده ارجع استبدلها بحمص عشان انا بحب الحمص اكتر. انا شايفه ان هو سناك صحي جدا. لذيذ خفيف. هنبقى نجربه مره بالحمص ونقول لكم راينا فيه. عموما ده الفيديو اللي معانا النهارده، اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تعملوا فولو للصفحه، ونشوفكم مع تجربه جديده. باي باي, باي.